ليش هيك حسيت غريب؟ ايش؟ ليه حسيت الجست بيناتكم غريب؟ لا مش غريب، او بده يلعب جولة وهيك وانا بدي اسكر، فاخذ لون منه. اوكي. طيب معناتها قبل ما اسكر اسألني اللي بدك اياه لاني حسكر. إيه كم عمرك؟ ليك انا اكبر منك بلا لك هذا السؤال. لا بعرف، بس عندي بكتبوا اشكال الوان، واحد بكتب 29، واحد بكتب 40، واحد بكتب. انا بقفل هيك بيسالوني لانه اسئله فما بجاوب. انا بقول لهم لا اوقات، انا بقول لهم انا بضحك بقول لهم عمري 40، اوقات بقول لهم عمري انت 35. اشي خاص ولا انت ما بتحبي تحكي على السوشيال ميديا؟ لا عادي بحكي، انا ما يعني كثير متصالحه مع هدول الشغلات، ما عندي شيء يعني، ما عندي شيء بالعكس. العمر بس اصلا. انا ما بحب الاسئله، يعني فهمت شو قصدي؟ يعني مثلا انا بفتح جيست سوري بفتح لايف، في كومنتات بشكل عشوائي بس بيقولوا لي قد ايه عمرك، وين ساكنه، يعني عالم اشخاص ما بعرفها. فلما بتكتر هدول الاسئله من اشخاص ما بعرفها هيك بشكل عشوائي على اللايف بيكتبوها، فانا بصير بضحك يعني. بس اذا في شيء كتير ضروري اكيد رح جاوب. فهمت شو لا انا قصدي؟ بالعاده ما عندي فضول اسال حدا يعني، بس سالتك لانه الكل بكتب بالشكل عندي، مره واحد بكتب 30 40. انا مواليد 94. 94 يعني 6 سنين 22. يعني انا الجيل يلي قبلك. يعني 27 29. ما شاء الله مبين عليك اصغر. بعرف حتى بالواقع هيك بيقولوا لي، يعني انا عم عاني من هاي القصه. ليش بدك تكون وجهك كبير يعني؟ لا بس يعني انه مو لهي الدرجة، يعني لانه في عالم بتفكرني صغيرة، يعني ما منيح بدومين الشغل. تخيل مرة كنت بمطعم، بس هذا المطعم بيقدم الكول. فالمهم اللي بيشتغل هو ايطالي. اه عم بيجي هيك نحن قاعدين وطلبنا بيتزا وبدنا ناكل، فجأة بيجي لعندي بيقول لي اعطيني الاي دي تبعك. طلعت فيه هيك قلت له انت ليش شو بدك الاي دي؟ قال يعني معلش. قلت له انا اول شيء ما طلبت شيء لحتى تطلب اي دي. قال لا بس لانه هون سياسه المحل عنا ممنوع اي حدا يكون تحت السن القانوني بالمطعم. طلعت فيه هيك قلت له يمكن انا اكون اكبر منك يعني ما تطلب الاي دي تبعي. المهم ضل مصر ما عم يصدقني هو. قلت له والله انا كبيره والله، يعني انا فوق السن القانوني. ما في، اخر شيء اعطيته الاي دي تبعي. اه إيه طب كم فمثلا مثل هذا الموقف ما كان فني، يعني هلا انت بتضحك بتسمع وانا بحكي بنضحك، بس انه نحن بلحظتها انا انزعجت. بعرضك انت شايف الصغير انا كبيره، كيف؟ انه انا كبيره، انه ليش انا صغيره شايفني هيك، انه هيك. ايه انا هذا اللي عم بحكيه، انه بتعرض لهدول المواقف وبتضايق منهم، ولهيك بالعكس حلو لما الواحد يكبر بالعمر. بصير في عنده هيبة، بصير في عنده قدره وقيمته. صح. ما بعرف، كأنه أنا الوحيدة اللي بعاني من هاي القصة، ما بعرف ليش. جربتي من قبل مثلا خطوبه اشي، فسختي اشي ولا لا؟ ايه انخطبت وفسخت. قديش قعدت في العلاقه؟ 3 سنين. كيف كانت، حلوه ولا سيئه؟ حلوة بس يعني انتهت. يعني شو استفدنا إذا حلوة وانتهت؟ طب ليش انتهت؟ يعني السبب الله كان ما. هو خائن او انت خائنه؟ لا أنا ماني خاينة. الله كفو عليك يا ساره، مبينه وفيه. أكيد طبعا، أنا هيك أهلي ربوني وأنا هيك بحب أتعامل، فلهيك بعمل. ليك بتعرف موضوع الخيانة it's a choice. موضوع الخيانة هو خيار، يعني مشان ما تفكر يلي ما بيخون مو يعني ما بيفكر، خيار. بس هو اختيار. انت بتختار بتقول لا. يعني الشيطان موجود فينا وبعقلنا وبقلبنا، بيجي كلنا بنعرف بتصير وبنحط بمواقف. ما عم بحكي بس عن خيانة بين اثنين بيحبوا بعض، ممكن تكون خيانة بين أصدقاء، ممكن تكون شراكة عمل، أي شيء. فالشيطان موجود بكل مكان.
هو اختيار، انت يا بتروح هيك يا بتروح هيك. والله كلامك تعرف شغلة، الحياة فيها طريقين، ايه. يا طريق بدمرك بخرب بيتك، يا طريق انك تكون انسان ناجح وهو انسان ناجح. في طريقين، واحد بيختار. يعني هسه انا لما اجيت على دبي كان قديش عمري؟ 18. جاي على دبي شهر، فيزا شهر، وجايب معي مصاري يعني مستحيل يكفوني لشهر. فوانا قاعد بدبي المصاري اللي معاي جبتهم انصرفوا ب10 ايام، لانه دبي غاليه. قبل 4 5 سنين كانت اغلى لسه من هسه. فالمبلغ اللي جايبه معي انصرف ب10 ايام، فكرت حقعد لشهر. رن على اصحابي، ادعي من اصحابي مصاري. فوانا قاعد في دبي قلت يا الله، طيب هذا ليش احسن مني؟ المشهور هذا ليش احسن مني؟ ليش هو عايش بدبي؟ هذا ليش احسن مني؟ هذا ليش احسن مني؟ بدي اعيش بدبي وبدي اضل بدبي. من شهر ضليتني امدد فيزا امدد فيزا امدد فيزا، عمال ما ضليتني امدد فيزا لمده سنتين. يعني تخيل عايش بدبي سنتين بدون اقامه. اوكي. بعد سنتين عملت الاقامه وهيك. فالحمد لله يعني كنت قد هذا الاشي، وكون يعني جاي وعمري 18. يعني واحد انا بعدين انا هون عايش لحالي بدون اهلي. فهمت علي؟ فبالنسبه لي هذا اشي فخر اللي انا عملته، انه عمري 18 هسه صار عمري 22، يعني اكبر لسه داخل بال 22. شهر 5 طبقهم يعني 4 سنين هدول عملت فيهم انجازات كثير كبيره. اول شريت بيت لاهلي، البيت هذا مستحيل، يعني هذا اكثر اشي فخور بحياتي اني عملته. يعني بعمري قبل سنتين شريته ما شاء الله. او اقل ما بعرف. المهم والحمد لله يعني اني عملت انجازات كثير. فعلا الموضوع مو بالعمر ولا بشيء، يعني مش بالعمر. يعني هسه انا اهلي مش عايشين معي، بامكاني اخبط، بامكاني اروح اعمل اساوي، اروح للطريق الاسوأ، شو ما بعمل اهلي مو شايفيني. يعني انا اذا بدي برن على اهلي، اذا ما بدي ما برن على اهلي. يعني انا علاقتي مع اهلي خلص. يعني انا لما بكون فاضي هيك برن، بطمن عليهم كل يوم، انا بحكي معهم كل يوم. بس انا بفهمهم انهم ما يرنوا علي. انا لما بكون فاضي برن، يعني ما بيعرفون شو بعمل شو بساوي. بقدر اعمل كل اشي غلط، مؤكد. بقدر اعمل كل شيء سيء، ما حدا بيعرف انا شو بعمل. فهمت علي؟ انا قاعد بالبيت لحالي، عندي بيت، عندي سيارة، بقدر اروح لما بدي، اساوي شو ما بدي. بس لا، بالنهاية لما ادمر حياتي يعني يعني شو حستفيد؟ ايه، انه انت مختار، يعني انت ركب حالك. اذا عملت حياتي للأسوأ انا بس بكبر، راح ادمر مستقبلي. انا بحب دائما افكر بالمستقبل. انا دائما بفكر بالمستقبل، انه انا شو بدي اعمل بالمستقبل، شو بدي اساوي. يعني بديش اكون ملياردير ولا بدي اكون صاحب شركات، بس بدي ما يجي يوم من الايام اني احتاج شخص بالحياه. بدي دائما كل شيء يكون متوفر عندي، واكون مأمن حالي ومأمن اهلي بس. صح. وغير هيك ما بدي. يعني وان شاء الله ناوي، يعني ناوي يعني اعمل حياه حلوه. يعني ان شاء الله ناوي كمان بعد، خلينا نقول 4 سنين هيك شيء اخطب. بعد 4 سنين 5 سنين ان شاء الله. يعني ان شاء الله يا رب. لا، انت بتستاهل كل خير، والله بيرزق الانسان على قد نيته. بس انت شو اخذتي من لما خطبتي وتركتي؟ شو الاشي اللي استفدتيه من هذا الاشي؟ صباح الخير يا علي. شو صار بالخطبة؟ ما فهمت، عم تسألني شو صار فيها؟ كيف كانت تجربتك؟ شو تعلمتي منها؟ ممكن شوي جوفاني، بس لو سمحت حبيبي، بس شوي. والله ليك، يعني تعلمت شغلات عن حالي أكتر ما أنه تعلمت من يعني تعلمت عن نفسي. يعني مثلا شفت سارة كيف بتكون، كيف ممكن تضحي لحتى
ليك لما بقول تضحايا مو هي كلمة مبتذلة وكليشيه، لا لا لا، ما هيك قصدي. مو تضحايا يعني الواحد بيشلخ حاله وبيقطع ايديه كرمال الطرف الثاني، لا لا، مو هذا النوع. مجرد انه انت تقدم وقت للطرف الثاني، وقتك هو اثمن شيء بالعالم، ومشاعرك تكون صادقة، هذا اغلى شيء ممكن تقدمه لانسان على وجه الارض. فلما انت بتقدمهم لهدول وتشوف حالك كيف عم تقدمهم وانت مخلص فيهم، انا بكبر بعين نفسي. فتعلمت عن حالي انه انا قادرة اعمل او اقدم لشخص، عرفت؟ وهي العلاقة كانت حلوة، بس انه ما كتب الله نصيب، ما كان في يعني بجوز الله كان رايد شيء احسن او اهم، فيني اقول. بغض النظر اذا الشخص الثاني كان يستحق او لا، بس انا اللي بقوله انه اكيد انا بقول ما بستحق. تعرفي ليش؟ ليش؟ لانه لازم الشخص يحافظ على الشخص اللي يكون معه، يعني يحاول قد ما يقدر انه ما تفصل العلاقه، بما انكم انتم خاطبين عاملين اشي رسمي. فحرام. ايه طبعا حرام. فلهيك الواحد بيفكر انه شو استفاد بعد كل هذا الوقت، شو تعلم الواحد. كانت ايام حلوه ولا لا 3 سنين؟ حلوة بس ليك يعني هي حلوة، بس أنا هلأ بعد ما مرق كتير وقت لما بتذكرها ما بتذكر غير حالي، يعني بتذكر أنا شو كنت أعمل، شو كنت فكر، شو كنت حس. هذا الشيء اللي بيبسطني، أو اللي بقول إنه كان في شغلات حلوة، بس ما عاد فيني شوف الطرف الثاني مثل ما أنا كنت شوفه. فهمت شو قصدي؟ كيف كنت تشوفي انت؟ أحلى شيء. وبعدين وبعدين كيف صرتي تشوفيه؟ ولا بتذكر. نسيتي؟ ليك ما في إنسان حينسى إنسان، أوكي؟ ما في حتى تحديدا باثنين كانوا خاطبين او اثنين كانوا مجوزين، ما رح ينسوا بعض. لانه ايه بس هي بس انت حتنسى شعورك، او يمكن ما تتذكر. انت حتقول انا بتذكرني انا كنت بحبها كتير، بس انت ما رح تقدر تعيش، يعني حتتذكر بس انت ما حتحس. فهمت شو قصدي؟ ايه انا بهي المرحله انه يلا بتذكر انا كنت اعمل هيك كنت اسوي هيك، بس انه ما في شعور، ما في احساس. صح. بقول لك شغله انا بخاف منها هاي الشغله. انا لما بكون برتبط بكون وفي جد والله، يعني الناس بتعرف لانه انا حياتي بشاركها كلها السوشيال ميديا. بس انا لما انفصلت وزي هيك انا قلبي خلص صار عندي فوبيا، بطلت احب ارتبط ولا اشي، يعني من وقتها لليوم يمكن ما والله فعليا ما ارتبطت. ايه انخطبت عم تقول؟ لا ما ارتبطت ابدا. بس لا بس انه قبلك كنت خاطب عم تقول؟ لا مرتبط. اوكي. فانا بخاف يوم من الايام يشتغل قلبي. انا اذا بيشتغل قلبي باكل هوا، يعني اذا بحب شخص بهمل حالي، بهمل كل شيء عملته. هسه انا ما بحب، بروح على الجيم، بهتم بالشغل، بشتغل، بعمل، بساوي، بلعب جيم، بخرب الدنيا. اذا بحب، اذا ببلش احب يا حبيبي اضل افكر فيها واحكي معها وانسى كل شيء. طب ليش انس، ليش ما تعمل اثنين سوا؟ ليش ما يعني ليه؟ انا هسه انا من جديد اليومين هدول اللي قلبي صار يشتغل اكلت هوا. طيب وصرت تهمل حالك يعني انه ليه ما دائما بطلع مشخص وحط قطر. بس هو ليك ما هذا احلى شيء بعد التجارب، انه الواحد لازم يصير بيحب حاله حتى لو في حدا تاني بحياته. بتحبوا بعض بس شو انت ما بتهمل حالك، وهي الكل بالكل، وحدا اولوي بحياتك او من اولوياتك خليني اقول، بس اول اولوية بحياتك هو انت. هاد مو يعني انت اناني، هاد يعني في حب ذات. انا لما بحب بنسى حالي، اقسم بالله انا هيك. مو غلط، بس ليك اذا انت مع شخص غلط وعملت هيك
انت لما هذا، لما كنت خاطبة، كنت بحالك تهتمي بحالك اكتر ولا في؟ كنت والله كنت اهتم بحالي، كنت لحق على الاثنين. نحن البنات لازم نهتم بحالنا. كنت تلحقي على الاثنين؟ طبعا لازم، بهتم فيه وبهتم بحالي، ما في مجال. حتى بتلاقيه بكبس لك. يلا خليه يكبس. والله اسمعي، هو لسه معقول بحبك؟ ما بعرف، ما بيعني لي، بس ليك انا بحس الانسان يلي بيغلط مع انسان بعد بفترة رح يحس بقيمته. فممكن اذا ما كانت مشاعر حب، بس ممكن تكون مشاعر انه انا شو عملت، خسرت حدا منيح متى انا. آخر مرة عجبت بشخص؟ كيف؟ متى آخر مرة عجبت بشخص؟ أو مثلا كم واحد حبيتي من بعد ما خطبتي تركتي؟ بعد ما فسخت الخطبة كم مرة حبيت؟ لا 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 لا. لا ليك صعب انا كمان يعني فوت بهالمرحلة، مو لهي الدرجة. هنن ايه، هنن هيك، ايه هنن عددهم هيك بيطلعوا اللي حبوني. 15؟ اللي حبوني. لا لا، جد جد، كم واحد بعد ما تركتي؟ عادي يعني الكل بحب. إيه إيه، بس انا يعني محاول اتذكر شعوري الحقيقي. اه. يمكن واحد، اوف. بس واحد وما كان في يعني ورجعت ما تركتي؟ عطيت ما عطيت. تركنا طبعا، بس انا ما عطيت كتير اهمية للعلاقة. كان نوعا ما يعني كان في أهمية، بس الأهمية لإلي أكتر. فهذا الشيء ما أرضى الطرف الثاني، إنه شلون يعني هيك. فأنا حسيت إنه شلون إنه إنسان بيحب إنسان ويتضايق. يعني تخيل حالك أنت مثلا بتحب حالك وبتهتم بحالك، منك مقصر مع الطرف الثاني، أم هي تجي لعندك تقول لك شلون أنت بتحب حالك. ما بيصير، لازم آه. تحبني أنا بس. فلا هيك بتحس في شيء مو صح. طب بدي اسالك سؤال، انت قديش طولك؟ ليش؟ شو السؤال هذا؟ هلا قديش عمرك فهمناها. قديش طولك وقديش وزنك وقديش عرض طولك خصرك طولك قديش طولك؟ مين في عندك عريس شكله؟ لا جد جد، قديش طولك؟ قديش بتحط لي؟ بحط لك، بحط لك يا سارة، يا سارة، 166. قربت، بس ليك عن جد في حواليك حدا؟ ايه في حوالي، بس مو جيزة يعني حب. لا انا هلا ما بعمل حب، انا هلا يا زواجي اما يحل عني. طيب أقل من ال 66 ولا أطول؟ لا اقل من 166. بس ليش يعني عادي، اذا بدك تعرف خصوصيات فينا نحكيهم على الخاص، ما بنحكيهم قدام مليون الف زلمه. صح صح، كلامك صح. طيب. مع انه ليك برجع بقول لك انا حدا يعني كتير بحكي بهدول القصص، وكتير في عالم تعرف عني قصص، لاني انا بشارك كمان، انا بشارك حياتي اوقات. ما تحكي هاي الشغلات لحدا، خليها سر، لأنه يعني إذا عرفوا طولك ممكن يعملوا لك سحر الأسود. لا مو اذا عرفوا طولي، اذا عرفوا قديش عمري وقديش وزني. أنا بحط فيك وزن مربربة أنت. انا وزني تقريبا 45 او 47. هي في كتير على كلامك، مش منيح هيك. لا منيح. لا يا إخوان، مش حلوة هيك البنت، يعني عطولك على متر والستينات، يعني لازم يكون وزنك 55. ايه صح، بس هيك انت يعني كثير نحيفة، لازم البنت تكون طرية. لازم البنت تكون اسمى من هيك. طرية طرية يعني يعني. فهمت عليك، فهمت عليك. بس يعني مو سهل الواحد يوصل لوزن كتير، خصوصي انه انا يعني حياتي كلها سوشيال ميديا والكاميرا
يعني لازم الواحد دائما يكون ان شيب، فالكاميرا بتعطي وزن اكتر. ف ولحسن الحظ اساسا انا ما كتير يعني ما كتير في قابلية صراحة. البس سمول ولا ميديوم؟ انا اكس سمول. اكس سمول. لا على فكرة انت يعني ما شاء الله عنك، ان شاء الله الله يوفقك بحياتك يا سارة، ومبينة طيوبة وقلبك طيب والله منيحة انت. انا بصراحة اسمعي، تقيل لدرجة لا توصف. بحبش اخذ وقتي مع الناس، يعني بفوت جولة بخلص بنزل، بحبش اناطش. يعني أنا يمكن اول مرة بحكي هيك وباخذ وقتي مع بنت وهيك بحكي بهيك مواضيع، لانه ليش؟ لانه الناس كيف اقول لك، يعني مش حلو الواحد اي بنت يطلع معها يصير يتعرف عليها ويسألها هيك اسئله، بحس مو حلو. لازم الواحد صح. ايه اكيد اكيد صح، بس ليك حتى انا هذا ما بعتبره تعرف يعني. انا بقول لك شو في وراك حدا بيتحرك، لا ترعبني. واقسم بالله العظيم في واحد بيتحرك جنب وراكي والله، حياة امي بالبلكونه، اقسم إيه بالله. ممكن يكون الجيران. كيف جيران؟ انت ساكنه مع حدا؟ لا جيران، ما هذا برا، هاد برا. وين برا؟ ولك هيدا لك هيدا بلور. بلور فيش اشي وراه وفيش بلكونه عندك؟ هذا مو بلكون، هذا طابق ارضي، ولك كيف طابق ارضي؟ ببين لبرا. على الشارع انت بيتك؟ لا مو على الشارع، طابق ارضي، بس يعني نحن مو طابق ارضي يعني عادي ارضي. في حدا بيمشي عندك هيك؟ ايه هون ممشى، انا قريب من الممشى. يعني برا مو بيتي، هذا اللي برا مو لإلي. بفكر إلك كيف هذا، خفت. رعبتني. المهم بقول لك انا ما انك خلقة عم يقولوا في حدا وراكي. في لك استلموني اسبوعين اكسبلور البنت اوكي. فانا بقول لك ما بحب اخذ وقت كثير مع البنات. ليش؟ لانه بصراحة بحس هذا الاشي غلط، انه اي وحدة تطلع تعرف عليها وهيك خلص. ما بحب افتح جولة احكام، خلاص خلصت جولة هيك. يعني انت يعني لما صرت هيك احكي وهيك ونناقش، والله انا يعني مبين عليك طيوبة منيحة، يعني انا لي وجهة نظر بالناس. يعني مزبوط. ايه انا طيوبة، بس ليك كلاتنا عنا العين الحمراء. مش عين حمراء، في ناس طيوبة بتمثل انها طيوبة. يعني هسه انت منيحة بس في عندك سلبيات، اكيد طبعا. بس سلبياتك اكتر من ايجابياتك. شو هالحكي؟ اسأليني ليش؟ ليش؟ لانه حاسس في شغلات جاوبت عليها غير. مثل ما يعني مش مثل، بس انه في شغلات ما جاوبتيها صح. انا حسيت. اوكي. صح ولا لا؟ لا كله صح. كله صح، بس انا ما بحكي عقد الجواب، يعني ما الجواب ما بيكون 100%. انا بكون عم بعطيك التقريب. يعني مثلا لما سألتني عن شغلات خاصة مثلا بعلاقتي السابقة، انا جاوبت اللي انا شايفته مناسب يعني قدر المستطاع، بس انا ما فيني اقول على القد. فهمت شو قصدي الجواب؟ خصوصي لما بيكون في عالم عم تتابعنا وهيك، لانه انا بنظري هذا برايفسي. برافو. تمام. طيب. بس ليك، بس لحتى اوضح شغله قبل ما نسكر الجيست، انه انا اكيد ماني مع الاشخاص اللي بتتعرف على بعض على التيك توك. انا ماني مع هيك ولا مع هدول العلاقات، واللي بيعمل هيك يصطفل، هو حر والله يوفقهم. ها هبل لازم واحد يروح يشوف البنت عرض الواقع. ايه اكيد يعني اروح مثلا اليوم اشغل سيارتي اجي عليك اتعرفك، مش انه على طبعا اكيد.
وكمان لازم ما في كتير يطول وقت، والعيلة يعرفوا بوجود الشخصين، ويعرفوا يعني لازم الأم والأب يتدخلوا ويعرفوا بالنهاية. يعني أنا مثلا ماما بتعرف حياتي من بكل تفاصيلها. يعني إذا تعرفت على حدا بحياتي، إذا ما قلت لها أول أسبوع، بس هي رح تعرف تاني أسبوع أكيد. لازم. ليش؟ لأني أنا بكون تأكدت من هذا الشخص إنه يليق إنه ماما تعرف فيه. عرفت؟ اللي بس بعرف اللي كملي سامع. يلي بدي اقوله انه اكيد اللي عم بيصير لما باثنين بيطلعوا جولة وبيتعرفوا على بعض، هذا منه تعرف، هذا انه مثل طالعين مع بعض وبصير بياخدوا بيعطوا مع بعض بحكم الجولة. يعني انا مثلا كتير بطلع مع رفقاتي هون على التيك توك، بس شو يعني رفقات تيك توك وشو يعني جولة؟ بنحكي كتير قصص، بس مو يعني نحن فعلا اصدقاء، ولا يعني نحن فعلا بنعرف بعض. يعني هلا نحن قديش هلا قعدنا عم نحكي وناخد ونعطي، بس هاد مو يعني انه نحن اثنيناتنا بنعرف بعض، ولا حنعرف بعض بهالطريقة. اي حدا بده يعرف الثاني اجباري، بده اخر شي يصير بده يتواصل بشكل خاص ويتعرفوا مع بعض، يتواعدوا على فنجان قهوة، ياخذوا ويعطوا. هي لازم يلتقوا مع بعض. لازم يلتقوا ويديروا بالكم بنات. اذا في بنات عم تحضر، ديروا بالكم ولادين الحرام كتار، اوعك تقبلي غير فنجان قهوة الساعة 2 الصبح. الظهر قديش الساعة؟ اذا بيقلك بدي شوفك اليوم المسا الساعة 10 بالليل، قلعيه. الساعة هسه شو؟ قديش الساعة بدبي؟ هلا 7. الساعة 7 56 دقيقة. مو هذا البريكفاست. ليش انت مو بدبي لحتى عم تسألني؟ كاب دبي بروح اشرب قهوة. اسمعي، الدنيا لا ترجيك ارجيك بيتي. شوف الإطلالة. لا ثواني لازم ألف. انت بأي طابق؟ اوه شو حلو ليك السان رايز. هذا الجو بده مرجيحة. كتير حلو. بده مرجيحة وكاس نسكافيه. اي والله عن جد. ليش انت أغنية عمرو دياب. أوف. والإطلالة تكون أبراج وكراسيني. حلوة الإطلالة، بس أنت مبين شي طابق 20. أنا لا طابق 35 أو 35. يا ماما أنا بموت من المرتفعات، بموت رعبة بتعرف؟ كتير بخاف. لا والله لا تخافي كثير إذا بتيجي عندي. شوفي هذا الإطلالة ما تخوف كثير. شو بعمل اجي لعندك؟ شوفي هاي الإطلالة، هاي أكتر إطلالة بتخوف. شوفي هون والله غيوم. شوفي غيوم هون برج خليفة، وثواني هي والله برج العرب هي هون. ايه بس في ضباب. شوفي ليك الشمس. بدها مرجيحة. حلو. ايه تخيلي حلو، مثلاً بخوف بنفس الوقت، حلو بخوف بنفس الوقت. تخيلي في مرجيحة وانت قاعدة هون وهيك تطلع الصبح. اوف. خي وفي هي كنباية هيك انا بقعد. شوف القمر. احلى قعدة. ايه وينه؟ هذا قمر؟ هذا قمر ولا؟ انا عندي ايه بنزل. والله قمر. ايه بنزل متأخر انا. هون قمر الصبح وهذا القمر تبع الليل. فبقول لك شوفي غرفتي منظفها. هلك من الكذب قد ما كذبت علينا. يلا اخوان رايح اشرب قهوة، بدكم اشي؟ اخ يلا شو ضحكت. انتوا مش فاهمين علي. انا حطيت مفتاح ورحت البس انا ما بعرف اذا انتوا فاهمين ولا لا. مين فاهم علي؟ إنس السلام عليكم. سوري، حاطة شنطة عادي سوي طاف.